ورسم لها واحد الابتسامه من الودن حتى الودن. اليزابيث شورت. القصه اللي غادي ندويو عليها اليوم وقعات في لوس انجلوس سنه 1947. لوس انجلوس كما كتعرفوا من بين المدن اللي بزاف ديال الناس كيحلموا يمشيو ليها واللي يدوزوا فيها غير واحد الايام اللي قليله، ولكن في هذه القصه غنبينوا شويه داك الجانب المظلم ولا ديك البلاك سايد ديال لوس انجلوس. والقصه ديالنا كتبدا ملي غيلقاو الجثه ديال واحد المراه اللي مقسومه على جوج، من السمطه ديالها لتحت والجسم ديالها الفوق، يعني ديك الكسده، وكيلقاو الوجه مشوه ومرسومه عليه واحد الابتسامه منحوته عليه بداك الموس. يعني هذاك القتال خدا الوقت الكافي ديالو باش يرسم هذيك الابتسامه، وخدا الوقت ديالو باش يتفنن في القتيله ديال هذه البنت هذه، ورسم لها واحد الابتسامه من الودن حتى الودن. اليزابيث شورت هي واحد البنت اللي في عمرها 22 عام، يعني هذاك لاج فاش تقتلات كانت في البيك ديال لا جونيس ديالها. اليزابيث شورت كانت زوينه بزاف، وكانوا كيعرفوها الناس ديال لوس انجلوس لدرجه كانوا سموها ذا بلاك داليا، حيت كانت زوينه بزاف، كان شعرها كحل، الحروف ديالها كحلين، يعني الحجبان ديالها دوك الشفار ديالها كانوا كحلين، يعني كانت زوينه بزاف. وكان الحلم ديال اليزابيث شورت هو تولي تمثل في هوليوود كما الحلم ديال بزاف ديال البنات تما في لوس انجلوس، ولكن الحلم ديالها كيسالي في هذا النهار اللي هو 15 يناير 1947. في هذا النهار واحد الهومليس ولا متشرد كان غادي في واحد المنطقه اللي خاويه سميتها ليمارت بارك، حتى كيلقى جثه ديال واحد البنت اللي مقسومه على جوج كما قلنا. هاد الهومليس ولا هاد المتشردين في الاغلب كيكونوا كيدوروا باش كيقلبوا على شي حاجه ياكلوها ولا على لي دروغ ولا على شي حاجه يلبسوها ولا يبيعوها، ولكن في هذا النهار هذا المتشرد غادي يلقى الجثه ديال واحد البنت اللي مقسومه على جوج، يعني مقطوعه الجسم ديالها مقطوع على جوج، الجزء التحتاني بوحده والجزء الفوقاني بوحده، وكما قلنا الوجه ديالها كله مشوه. هذا المتشرد هذا ولا هذا خونا هذا تبانيك، ما فهمش شنو واقع. يعني اول حاجه غادي يدير اللي هي صراحه كتبان لي واحد الحاجه اللي ذكيه، مشى كيجري لاقرب بوست ديال البوليس باش غادي يديكلاري ويقول لهم شنو شاف. طبيعه الحال الحاجه اللوجيك اللي غادي يديروا البوليس هي غادي يشدوا هذاك المتشرد باش من بعد غادي يبحثوا معاه، حتى يقدر يكون هو داك المجرم اللي دار ديك الجريمه، وباش غادي يتلفهم هو غادي يجي ديكلاري باش غادي يقولوا بانه ماشي هو اللي دارها. مورا ما جا داك الهومليس ديكلارا، البوليس غادي ينتقلوا في هذيك الوقيته لهذيك البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه، وغادي يدوروا ديك البلاصه كلها بهذاك الشريط الاصفر باش غادي يبداو التحقيق ديالهم، وحاولوا يلقاو شي بصمات ولا شي حوايج اللي غادي يدلوهم وغادي يوصلوهم لذاك المجرم. وكما كتعرفوا البوليس ملي شافوا الجثه ديال ديك البنت وشافوا الطريقه اللي تقطعات بها والطريقه اللي تشوه بها الوجه ديالها، يعني هذاك القتال كان كيخربق لها في الوجه ديالها وكيرسم ديك الابتسامه وكيخسر فيه بواحد البروده ديال الدم، يعني واخد الوقت الكافي ديالو. داكشي اللي كيدل على ان هذا القاتل هذا هو واحد الانسان بسيكوبات ماشي عادي نهائيا. داكشي اللي خلى البوليس يقلبوا بزاف، واخا هكاك ما لقاو حتى شي دليل في ديك البلاصه اللي وقعت فيها الجريمه. يعني قلبوا الجسم ديال هذيك البنت كلها ما لقاوش شي بصمات اللي غادي يعاونوهم، وحتى ديك البلاصه اللي لقاو فيها هذيك الجثه حاولوا يقلبوها ما لقاوش شي طراس ديال الرجل ولا شي طراس ديال شي رويضه ديال شي طوموبيل ولا اي حاجه اللي غادي تقدر تعاونهم يوصلوا لهذاك المجرم. وطبيعه الحال في الوقيته اللي وقعت فيها الجريمه اللي هي 15 يناير 1947 وكاع دوك الايام اللي جايين ولا الشهور اللي جايين، ولات هذه الجريمه هذه هي الحديث ديال الناس اللي ولاو كيدويو به يوميا. يعني غتسمعها في الراديو، في التلفازه، في الجورنالات، بين الناس في لي كافي، يعني ولات واحد الجريمه اللي معروفه بزاف، حتىش الناس تخلعوا. حتىش ملي كتسمع واحد السفاح كيدور راه يقدر يكون جارك، يقدر يكون صاحبك، يقدر يكون خدام معك في الخدمه، يعني الخطر داير بك، يعني بنادم ولا كيخاف يخرج. والبوليس ولا عليهم الضغط في هذيك لا بيريود، يعني ولاو كيخدموا بزاف داك التحقيق ديالهم باش يحاولوا يلقاو داك المجرم، حيت بطبيعه الحال الناس اللي ساكنين تماك غادي يديروا الروينه، حيت خايفين على راسهم، خايفين على ولادهم وعلى عائلاتهم. واخا هاد المجهودات كلهم ديال دوك البوليس ما وصلوا حتى شي حاجه، وما لقاوش القتال اللي دار هاد الجريمه هادي. واخا البوليس حققوا مع الناس اللي قرابين لإليزابيث وحققوا حتى مع داك الهومليس اللي جا ديكلارا، وما لقاو حتى شي حاجه، لقاو ما عنده حتى شي علاقه بهذيك القضيه نهائيا. وحتى الناس اللي قرابين لها في داك الحي اللي كانت ساكنه فيه ولا الناس اللي كانت كتمشي معاهم، ولكن ما لقاو حتى شي دليل اللي غادي يقدروا يشدوا به شي واحد. يعني لقاو واحد الناس اللي مشابه بهم، ولكن ما لقاوش شي واحد اللي قريب اللي غادي يقولوا ليه انت اللي قتلتيها. مع العلم اللي داروا التشريح للجثه ديال اليزابيث لقاو بان هذاك السيد ولا داك القتال اللي قتلها الطريقه باش قتلها واحد الطريقه اللي بروفيسيونيل، يعني الطريقه باش قطعها ما يقدرش يديرها اي انسان عادي. يعني داك الانسان اللي غادي يكون دارها
يا اما غادي يكون زعما عنده واحد الخبره كبيره في المجال ديال الجراحه وديال التطبيب، ولا غادي يكون عنده المهم شي علاقه بالميديسين ولا شي حاجه بحال هكا. يعني الشك ديالهم مشى لان داك القتال يقدر يكون طبيب، يقدر يكون واحد بسيكوبات مثلا اللي كان طبيب من قبل وخرجوه من الخدمه ديالو ولا مازال خدام لحد الان، ولكن ما لقاو حتى شي دليل. واخا حاولوا يديروا واحد البحث ويشوفوا الاطباء اللي كاينين في هذيك المدينه واش عندهم شي علاقه مع هذه الجريمه هذه ولا ما كايناش. وبقى واحد التساؤل كيدور في البال ديال الناس اللي ساكنين تما، واش هذاك القتال اللي قتل اليزابيث واش انتقام؟ فاش كما قلنا كانت زوينه بزاف وكان الحلم ديالها هي تمثل في هوليوود، وهذه واحد الحاجه زعما اللي ماشي صعيبه، يعني تقدر توصل لهذاك الهدف ديالها. كيفكروا واش هذا انتقام ولا غير رغبه من هذاك القاتل اللي قلنا يقدر يكون طبيب ولا يقدر يكون جراح انه يدير ديك العمليه ويقسم بنادم من النص ديالو وبقى يخربق ليه في وجهه. هذه القضيه هذه بقات واحد اللغز اللي ما لقاوليش حل نهائيا من 1947 حتى ل 2025. المجرم مازال ما تلقى، وديك القضيه بقات واحد السنوات خلقه واحد الهلع في الناس اللي ساكنين تماك. الناس ولاو مخلوعين وبقاوش كيجلسوا على راحتهم في القهاوي ولا يخرجوا في الليل حيت خايفين اللي يتلاقاو مع داك المجرم. وهنا غادي تكون سيره القصه ديالنا، قصه اللي مختلفه شويه حيت المجرم ديما في الاغلب كيتشد، ولكن هذه المره بقات قصه اللي محلوله واللغز ديالها بقى مطروح والمجرم ما تلقاش والدوسي يتسد. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.